في تقرير بقى عن الزبالة اللي بقت رجعت تاني في كل حتة متكومة، ومش عارف أنا مش سامع صوت محافظ ولا رئيس حي، ولا عمال أنادي وأصرخ فين رؤساء الأحياء، فين المحافظين؟ حد يعمل حاجة، حد يعمل مشروع، حد يتحرك، حد يقول يا شباب الحي تعالوا، يا شباب منطقة كذا تعالوا نعمل أي حاجة. فعايزين نحرك الدنيا شوية. فتعالوا نشوف التقرير دوت بتاع الزبالة ونرجع تاني. القمامة مشكلة كبيرة لا يزال يعاني منها الشعب المصري منذ فترة ليست قصيرة. تعود أسباب تراكم القمامة في القاهرة لنقص المعدات والعمالة الخاصة لدى الأجهزة المسؤولة عن عمليات رفع القمامة وتنظيف وتجميل القاهرة، ومن ناحية أخرى يكون بسبب سلوك بعض الأشخاص، وذلك لانخفاض مستوى وعيهم الثقافي والذي يؤثر بالسلب على الآخرين. أنا بأمانة ده احنا هنا بنموت يعني، إشي ناموس وإشي قرف وإشي ناس تيجي ترمي زبالة وترمي كلاب ميتة واللي بيجوا الصبح بتوع الحي بيجوا يشيلوا كام شنطة من اللي فوق ماشي، ويسيبوا بقى السباب تبقى متكمكمة، نيجي احنا نشم الريحة. احنا ما بنقعدش في الورشة، بنموت. والله احنا بنعاني اشد المعاناة. يعني هنا الاهالي ما فيش اي ملجأ غير ان هم يحطوا الزبالة في الصناديق. الصناديق بتمتلئ لان العربيات الخاصة بالشركة بتيجي كل فترات متباعدة، وبتيجي بتبقى منظر غير مقبول بالمرة، غير الروائح الكريهة، غير الحشرات. طب الدكرور حاسين ان احنا عايشين في صفيحة زبالة كبيرة في كل حتة مقلب، والهيئة نفسها بقت تجيب دلوقتي ترمي في الطابق هنا، بتجيب العربية بتوديها كمان تبص تلاقيها راحت قافلة الطريق، واحد يعدي. كشفت دراسة علمية أجراها معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة في مصر عن أن قمامة القاهرة من أغنى أنواع القمامة في العالم، حيث تنتج القاهرة وحدها قرابة 13,000 طن من القمامة يوميا، ومن الممكن أن يرتفع ثمن الطن الواحد إلى 6,000 جنيه، لما يحتويه من مكونات مهمة تشمل البلاستيك، النحاس، الورق، الزجاج والقماش وغيرها. وإذا تمكن المسؤولون من استغلال فرص بيعها وإعادة تدويرها سيؤدي ذلك لحل المشكلة، بالإضافة إلى الربح المادي العائد من بيعها. ياسمين الضوي، قناة التحرير. احنا معانا دكتور عبد القوي خليفة محافظ القاهرة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ سعد. ازي الصحة يا فندم؟ انا استاذ محمود، ازيك؟ الله يخليك يا فندم. في فكرة لإنقاذ القاهرة من الوضع المؤسف اللي فيه ده؟ والله احنا بنحاول يا استاذ محمود، لكن احنا طبعا تعرف احنا جينا لقينا القمامة بتاعت القاهرة مشترك فيها شركتين أجنبيتين، مشترك فيها بعض الشركات المصرية، وفي هيئة النظافة وتجميل القاهرة. الثلاث جهات دول الحقيقة شغالين بعقود، ولكن للأسف ان الخدمة اللي بتقدم مش على المستوى المطلوب. فاحنا نعمل ايه بقى؟ كان عندنا ورشة عمل من يومين، وكان في مواطنين كتير حضروا معانا وجمعيات أهلية والمسؤولين من الشركات دي، وكان في حوار الحقيقة بيننا جميعا عشان نقدر نشوف ايه الفترة اللي جاية دي، ايه خطتنا ان احنا نقدر نوصل مستوى الخدمة للمستوى المطلوب. فهو الاتجاه الحقيقة اللي واضح يعني طبعا الموضوع منظومة القمامة دي جزء على المحافظة وجزء برضو على السادة المواطنين، لازم يتعاونوا معانا. الجزء اللي على المحافظة احنا بنفكر فعلا في يبقى معانا ما يبقوش شركتين بس او 3 شركات، يبقى عدد من الشركات كبير. يعني مثلا بنفكر ان احنا يبقى كل حي او حيين بالكتير مع شركة. شركة مصرية طبعا. حكاية شركات الأجانب دي حكاية تضحك يا دكتور. بنحاول يبقى شركات مصرية بشباب ينشئ هو هذه الشركات. النهارده كنا بنتكلم مع الصندوق الاجتماعي على اساس يبقى فيه دعم لإنشاء هذه الشركات. الشركات دي هتبقى شركات مصرية بنكونها من شباب، والصندوق الاجتماعي عنده خطة ان يدعم هذه الشركات الى ان تقوم بدورها يعني كشركة.
بس سياده المحافظ الحاجات دي هتاخد وقت. والله احنا المنظومه اللي موجوده عندنا احنا في دلوقتي بنحاول ان احنا نراقبها، بنحاول ان احنا ندعمها، يعني نشتغل بيها. الخطه اللي احنا بنعملها دي خطه المفروض انها تعمل احلال للوضع اللي احنا فيه دلوقتي، لكن الوضع اللي احنا فيه دلوقتي الشركات دي بنحاول ان احنا نضغط عليها شويه على اساس ان ترفع مستوى الخدمه بتاعتها. وفي عندنا وحده رصد بيئي، وحده الرصد البيئي دي المفروض متوقع غرامات على الشركات اللي هي ما بتنفذش العقد كما يجب. فاحنا شغالين في الاتجاهين الحقيقه. بس احنا عايزين سياده المحافظ يعني اجراء ثوري كده، يعني مثلا تكلف سيادتك رؤساء الاحياء بتوع القاهره ان هم يبداوا يدعوا شباب الحي لتنظيف الحي، وتيجي عربيات من الحي تشيل الزباله، وتبقى يعني حمله كده لمده شهرين ننظف القاهره كلها. رؤساء الاحياء ورئيس الحي اللي هيخلص حي ويخلصه نظيف وبتاع نديله هديه، نديله مكافاه من اي شركه من شركات رجال الاعمال. يعني عايزين حاجه كده. احنا فعلا بنعمل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، وفي تجربه احنا بنعملها دلوقتي. فين؟ في مدينه نصر. اخذنا المربع اللي هو من شارع الطيران لعباس العقاد، ومن الاستراد لغايه الشارع اللي هو فيه جنينه مول. المربع ده الشباب فعلا مع هيئه النظافه شغالين بطريقه نموذجيه جدا. ومش نظافه بس، ده احنا كمان خلينا طب ده ليه مش في احياء القاهره كلها بقى؟ الشباب خلصوا امتحانات. احنا بنعمل ده تجربه ولمده شهر. احنا ابتدينا دلوقتي بقى لنا اسبوعين. طب ليه مش بالتوازي يا سياده المحافظ؟ يعني في مدينه نصر وفي العباسيه وفي شبرا وفي باب الخلق وفي السيده زينب. بنجرب التجربه دي لمده شهر في المكان ده. ما دي تجربه ما فيهاش كلام، هتبقى ناجحه. ووزاره الزراعه تطلب منها شجر، والولاد يزرعوا الشجر في حيهم، ويبقوا عارفين ان الشجر ده هم اللي زارعينه، ويسقوه ويخلوا بالهم منه. عايزين نوصل بس بالتجربه دي للمستوى اللي احنا عايزينه، وبعدين بعد كده نكررها في مناطق اخرى. ما ده برضه سياده المحافظ لما تخلص بالتجربه دي بعد شهر هتخش في شهر تاني ورمضان وبتاع المدارس داخله والجامعه داخله. لا بقى بص حضرتك، احنا شغالين، لكن لازم حضرتك تبقى عارف ان المحافظه عندها اعباء تانية كتيره جدا. وبعدين احنا هيئه النظافه بتعمل التجربه دي الى جانب شغلها اللي هي المفروض شغاله فيه في بقيه المحافظه. فمعلش اصبروا علينا، احنا بقالكم فتره كبيره صابرين. نصبر لمده الاسبوعين دول، وان شاء الله احنا هنستغل فتره الصيف دي استغلال جيد جدا. نعم يا سياده المحافظ، يعني زي ما بقول لسيادتك، يعني استحملني معلش شويه. نأمل أن تكون هناك قرارات ثورية، يعني حملات ساخنة، سيادتك في الشارع والناس في الشارع ورؤساء الأحياء في الشارع وبيتحركوا وبيعملوا، نحس إن البلد بتتغير. إنما الكلام اللي سيادتك بتقوله دوت سمعناه قبل كده 50 مرة، معلش ما تزعلش مني. سمعناه قبل كده إن إحنا بنسوي وبنعمل. اسمع بقى دي واحدة، سمعته من مين 50 مرة؟ أنا ما اتكلمتش معاك، أنا أول مرة أتكلم معاك. من محافظين كتير قبل سيادتك. لا سيبك محافظين تاني، أنا أول مرة بتكلم معاك. طيب ما أنا عارف. وأول مرة بقول لك على خطتي. هو أنت بتزعل ليه من النقد؟ لا ما بتزعل ليه يا سيادة المحافظ من النقد؟ أنت بتقول لي لا ما بزعلش، أنت بتقول لي بقى لك 50 مرة. أصل إحنا سمعنا الكلام دوت 50 مرة قبل كده، أنت سيادتك ما أنا أول مرة بتكلم معاك 50 مرة. أيوه يا دكتور. 50 مرة. بقول لسيادتك إيه؟ أنا أول مرة بتكلم بقول لسيادتك إيه؟ بس ما تتعصبش، صلي على النبي. لا أنا ما بتعصبش. انا بقول لك طب انا هقول لك حاجه سيادتك قبل ما تبقى محافظ ما سمعتش الكلام دوت؟ لا ما سمعتوش. يبقى ما كنتش متابع. لا ما بتابعش. لا ده اتقال في كل المحطات. انت بتزعل بس. انا ما سمعتش الكلام ده 50 مره. انا اول مره. احنا كشعب يا سياده المحافظ سمعناه 50 مره. احنا كشعب سمعناه، الشعب كله سمع الكلام ده. طيب وبعدين سيادتك ما تزعلش مني، انا بقول لك احنا عايزين نصلح البلد سوا، فارجو ان انت ما تعصبش. وانت شايف ان احنا ما بنصلحهاش سوا دلوقتي؟ لا عايزين يعني انا ما اعمل ورشه عمل الاسبوع اللي فات، واجمع كل الناس اللي هم متخصصين، واجمع جمعيات اهليه، واجيب مواطنين، ونقعد كلنا مع بعض ونتكلم نشوف ايه اللي ممكن نعمله. ده مش تغيير. الكلام اللي بيني وبين سيادتك. اسمعني والنبي اديني فرصه اتكلم. اتفضل. الكلام ده حضرتك سمعته قبل كده؟ سمعت ان محافظه القاهره عمل فيها ورشه عمل، وجمعوا فيها الجمعيات الاهليه، وجمعوا كل المواطنين. ايوه عشان نتناقش كلنا نحل المشكله دي ازاي. ايوه يا فندم سمعته من الدكتور عبد العظيم وزير، سمعته يا فندم. وما نفعش. وقلناه في التلفزيون.
وما رحت نفعش عملت الكلام اجتماع. ده. انا شخصيا سيادتك عشان بس ما تبقاش يعني انت غضبان قوي كده. لا، انا مش شخصيا غضبان. أنا سيادتك سكت رحت بتقولي قابلت بقالنا 50 المحافظ. سنة بنعمل الكلام ده. ما انا هقول لك يا نيأس دكتور. ونسكت يعني ولا هقول لك إيه؟ يا دكتور، هقول لك يا دكتور، انا رحت قبل كده قابلت المحافظ وقابلت السياده الوزيره فايزه ابو النجا وقعدنا نعمل مشروع وبتاع كله برضه بخصوص الزباله. لكن الاشياء زي ما انت بتقول لي سيادتك كده، لما نعمل مثلا مدينه نصر نقعد فيها شهر، هنوصل لشبرا امتى؟ السنه الجايه. ده اللي انا بقوله لسيادتك، ده اللي انا بقوله لسيادتك، ان انا بقول لك انا عايز قرارات ثوريه ننزل نشتغل في كل الاحياء. بس بس فرصه اتكلم. طيب اديني فرصه اتكلم. يا فندم انا مديك فرصه كامله طيب. اتكلم زي ما انت انا عايز. قلت لك انا هعمل التجربه لمده شهر، والله اذا نجحت هبتدي في كل الاحياء في نفس الوقت. خلاص ده سياده المحافظ، بيني وبينك نشوف الشهر دوت ونشوف شهر الخير. لا ما تقوليش بيني وبينك، احنا يعني ناس مسؤولين وعارفين احنا بنشتغل ازاي، وحضرتك مش بتقيم شغلي لو سمحت. لا اقيم شغلك طبعا. لا مع السلامه يا فندم، متشكرين. مع السلامه، شرفت سياده المحافظ. اذا كان سياده المحافظ شايف ان الاعلام ما يقيمش شغله، امال مين اللي يقيم شغله؟ واذا كنا احنا شايفين الزباله في كل حته في القاهره ولم يحدث اي تجديد ولا اي تغيير، والمسؤول العصبي يعني ده يقول لكم انه مثلا بتوع السلام اللي مرميين قدام التلفزيون دول هيروحوا امتى؟ ما لحقتش اسال سياده المحافظ السؤال ده. احنا مش بنحاسب، الاعلام ما بيحاسبش، انما يقيم، ويقيم الشغل اللي هو عيني عينك. هل في حد في مصر ما بيشتكيش من الزباله؟ سياده المحافظ شايف انه لسه يعمل تجربه في مدينه نصر تقعد شهر وبعدين يعمل كذا وبعدين يعمل كذا وبعدين يعمل كذا. ده اللي احنا بنقوله النظام الروتيني والتقليدي، ان المسؤولين مش ثوريين. ده اللي احنا قلناه، ان الثوره جابت عصام شرف وجابت مسؤولين ما لهمش دعوه بالثوره، ولسه بيقعد هيعمل لجان وهيعمل حاجات وهيعمل بتاع. على كل حال انا اسف على الحوار اللي عمله سياده المحافظ، انه تقريبا نفذ السكه في وشي، انها مش مشكله.